زين انا جبت وزير الدوله لشؤون الغاز ووقعت وياه الاتفاقيه، اتفقنا على الكميه والاليه والنقل وشلون يوصل لمحطات الكهرباء ووقعنا حتى يجينا الغاز التركمانستاني. الامريكان ما قبلوا. الشركه اللي تنقل الغاز وتضخه كانت ايرانيه. فرارة كهربائية صار بيها فيوز، انتو حتى قراراتكم تطفى اول ما تجي، مو بس خدمتكم ترمش، حتى اتفاقياتكم ترمش. لك سعد الجوزة هو الغاز التركمانستاني اذا جابته الشركة ايرانية شو راح يختلف؟ اكيد ما يقبلون بالامريكان. لحد انتو شو اتفقتوا وعلى شنو وقعتوا؟ بس لا وقعتوا على تنازلات وانتو ما تدرون. لك سعد الجوزة لو عبالكم القرار يمشي على عمكم الامريكي فقت بيها. قبل كانت مشكلتنا ما عندنا غاز، هسه صارت عندنا مشكلة فلوس لازم نسددها، الغاز ما نقدر نجيبه. شنو هالعقد هاي؟ بشرنا هسه صار عندنا غاز عالق، غاز افتراضي، صار عندنا غاز منفي. الاتفاقية الشبحية للغاز صارت أداة ترفيه سياسي يشتغلون بها العالم ملكم، حتى من ماكو كهرباء تقولون ممنوع بقرار أمريكي، وإذا وصل الغاز وجت الكهرباء يصيحون الوزير والرئيس البطل. عاش معالي الوزير عاش. هسه عوفك من كل هذا الحكي، بالصيف اكو كهرباء لونها في بوراق اتفاقية الغاز التركمانستاني. عاش معالي الوزير عاش. صعد لنا دبتين غاز تركمانستاني، خلنا نقع الاتفاقية ونشرب ميها.